حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا بقى نسمي كده بسم الله وندخل نشوف احنا اشترينا ايه. اول حاجة الفلفل الالوان في السوق، الحمد لله الحمد لله بقى سعره الحمد لله حنين قوي. الكيلو بقى ب16 جنيه، بس انا جايبه الكيلو من ده ب10 جنيه. تمام. كمان حاطط لي معاه فلفل صغنن احمر، كمان فلفل رومي زي ما انتوا شايفين كده. البصل هو اللي سعره غالي قوي، والكيلو فيه بقى ب 12، ولما بيكون منزله بيبقى ب 14 جنيه، بس انا برضو جايباه ب 12 جنيه، جايبه نص كيلو بس. التوابل دي بقى عايزه اقول لكم ان انا رحت عند واحد لقيتها سعرها وصل 10 جنيه مع انها ب7 جنيه، بس برضو في الاخر جبتها ب7 جنيه. لحمة الشاورما ديت هي اللي للأسف الشديد هتتصدموا من سعرها، والكيلو وصل فيها 240 جنيه. اه 240 جنيه، وده يمكن أنا اتصدمت. والله يا حبايبي كنت رايحة أجيب نص كيلو، لما لقيتها غالية كده جبت ربع كيلو بس ب60 جنيه. قلت يمشي اليوم وخلاص. تمام. يلا بقى ندخل نشوف هنعملها ازاي. جبت الطبق عندي اهو، حطيت فيه ربع كيلو لحمة الشاورما، ونزلت عليهم بشوية تتبيلة من دي، هي تتبيلة فراخ بس عادي انا كمان بستخدمها للحم. وحطيت كمان عليهم شوية ملح، ابتدأت ايه اسيبهم كده، وحطيت عليهم كمان شوية كمون وشوية شطة، وسبتهم كده يجي ساعتين 3 مع نفسهم، بس بحطهم في التلاجة. وهنا جبت الجريل عندي نزلت بيه معلقة زيت، وكمان نزلت بيه في الشاورما، وحطيت عليها معلقة خل ووطيت عليها النار. بعد ما اتشوحت وحسيت ان هي استوت كده، رحت نازله عليها بالفلفل الالوان والبصل والكلام الحلو ده كله. ودي معلقه كاتشب، عايزه اقول لكم بيتحول الحاجه ها بيتحولها. هنا بقى كنت خلاص خلصت الغدا، وكمان عملت جنبها مكرونه ما رضيتش طبعا اصورها لكم. كمان حطيت الشاورما الراجي في الطبق، وقطعت طماطم وخيار، وده شويه مايونيز سايب كده. بس عايزه اقول لكم المايونيز السايب كمان طعمه حلو قوي قوي. ايوه ما بيوصلش لدرجه المايونيز اللي بيتعبي في اكياس، بس برضو ده طعمه حلو قوي. ما تنسيش تحطي لي اشتراك ولايك جميل الفيديو.